بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وعرض جديد. النهاردة معانا عرض سكني في التجمع الخامس في حي الشويفات، الحي اللي هو الأكثر تميزا والأكثر شهرة والأكثر رغبة في السكن، لأنه بيعتبروه في التجمع حي الصفوة. معانا دوبلكس او فيلا دوبلكس او شقه 600 متر. ده مدخل خاص جميل جدا، هي بالمناسبه ليها 3 مداخل، مدخل من العماره والمدخل اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي هناك كده باب ازرق هناك اهو زي باب الجراج كده، ده برضو مدخل للجنينه وللبيت. ده كده منظر الريسبشن. شكله بصوا الذوق المعمول وبصوا المصاريف. جيبسون بورد وتوزيع اضاءه تابلوهات كده وحكايات، ده بار اهوت معمول، وهنا البورسلين. الحقيقه في ذوق وفي لمسه جماليه وفي تحفه، شيء جميل الحقيقه. هتسالني هتقول لي هو الدوبلكس ده عباره عن ايه؟ هقول لك عباره عن بدروم وارضي. هتقول لي طيب اخبار التصالح ايه؟ هقول لك لا، هو قبل قانون التصالح، فما ما عندوش مشكله في التصالح والكلام ده، ملوش علاقه بالكلام ده خالص. يعني هو كده قانوني جدا، ملوش دعوه. ايه تاني؟ بصوا الجمله دي حلوه، دي على السلم اللي بينزلك تحت، بيرد عليها بجمله اكيد جميله في السقف، اضاءه ونجف اهو جميل. والبارتيشنز الخشب اللي معموله دي او قواطيع الخشب دي شكلها حلو الحقيقه، خشب مشغول اهو جميل، في ذوق. كل مكان هنا في الشقه دي ليه الحقيقه ليه بصمه خاصه ومعموله بعنايه، وكمان في جوده في الخامات. وطبعا باب مصفح زي ما حضراتكم شايفين كبير، وهنا التحف والحاجات الانتيكات. ده اوفيس صغير او مطبخ صغير، علشان تحضير الوجبات الخفيفه والمشروبات، لو كان عندك ضيوف مثلا في الريسبشن اللي بره ده. المكان ده عزيزي المشاهد مناسب قوي لمين؟ دي كده طرق التوزيع، وفي كاميرات مراقبه على فكره. عندنا دي الاوضه، اوضه النوم الاولانيه، بصوا واسعه وحلوه ازاي، شايله سريرين ودولاب وتسريحه. فيها طبعا شغل برضو في السقف جميل، جبسون بورد، والارضيات حلوه. نتكلم بقى عن الشقه دي، حلوه وجميله جدا، خاصه للعائلات الكبيره. يعني لو انت عندك عدد افراد الاسره كتير، دي مناسبه ليك جدا. يعني في وسع، في عدد غرف كتير، حاجه كده في منتهى العظمه. كمان تنفع لحد، ده كده الحمام، خرجنا احنا كده من الأوضة، قصادها في الطرقة ده الحمام، الحمام الأول. في ذوق برضو والله، هتلاقي بصوا البلاط الحوائط شكله جميل ازاي، الحوض حكاية، والاكسسوارز بتاعت الحوض جميلة، الدش. بقى نرجع تاني ونقول ايه، هتبقى حلوه لمين؟ لحد يكون مثلا عنده عايز يعمل شغله جنب بيته، فممكن يبقى دور هو فيه سكن، والدور التاني يتعمل مثلا مقر لشغله، شركه او مكتب او ايا كان. ودي مثل المساحات الكبيره يا جماعه، بتخليك تقدر تعمل استخدامات ليها كتير. دي جزامه معموله جوه الحيط، شكلها شيك قوي، وطبعا فيها مساحه تخزينيه محترمه. ودي كده اوضه النوم الرئيسيه، دي بتبقى في وش طرقه التوزيع. احنا قلنا اوضه على اليمين وحمام على الشمال، هنا الاوضه في الوش. الاوضه كبيره تعتبر جناح ما شاء الله، لانها اوضتين مفتوحين على بعض. ده الدريسنج، مساحته حلوه، وزي ما قلنا في جوده في الخامات الحقيقه.
نرجع تاني ونقول ميزة الحاجات الواسعة، دي مراية ورا الباب، انها بتديك بتساعدك وبتديك افكار، بتساعدك تعمل حاجات كتيرة واكتر من استخدام. بصوا يا جماعة الوسع دي كده، ده ريسبشن اهو في اوضه النوم. والجزء اللي هناك ده الجزء اللي فيه السرير. بصوا الاوضه، بحاول اجيب لكم استوعب لكم المساحه. الجزء ده بقى جميل، فيه جمل كده وتاكتكس حلو كده مع بيت النور، مع الجيبسون بورد، مع الاضاءه تحفه الحقيقه. وفي كمان تقدر في درجات للاضاءه زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تعلي، تقدر توطي، تقدر تغير الوان، حسب بقى المود بتاعك. وهنا طبعا الكلام ده بنحتاجه، تغير مودك ومزاجك علشان الحياة تستمر. هو الواسع بيعمل ده الحقيقة، يعني البيت الواسع بيبقى جميل الحقيقة. ده الحمام بتاعت الأوضة الماستر. يعني انت عندك الجناح بتاع أوضة النوم ده يعتبر شقة لحالها، عندك مكان تقعد فيه اهو، تلعب فيه، مش هقول بقى تتشقلب فيه، تقضي وقت جميل، تاكل فيه، وعندك الحمام برضه اهو، كل ده مقفول عليك. ممتاز الحقيقة، شيء جميل. ربنا يبارك يا رب أصحاب البيت، ويبارك للمشتري المحتمل. بلاطة رقيقة فيها وردة كده جميلة. رجعنا هنا تاني للريسبشن، قصدي البلكونة دي في أوضة النوم برضه، بلكونة كبيرة. هنا الجنينة دي خاصة بيك، مساحة حلوة، تقدر تعمل فيها حاجات كتير، هو مش مستغلها الحقيقة. بص تقدر تعمل فيها حمام سباحة، تقدر تعمل فيها جيم صغير، تقدر تعمل فيها كيدز اريا، تقدر تعمل فيها حاجات كتيرة. السلم أنا دايما السلم بيبقى ليه برضه وضع كده جمالي، بيضيف والله الحقيقة تقدر تعمل فيه حاجات كتيرة حلوة. ده سلم داخلي، واحنا كده نازلين على الدور السفلي. بص الجملة اللي مستنياك وانت نازل دي، السجادة مع الكرسي مع التابلو مع الألوان في الحيط، حاجة الحقيقة فيها منتهى الذوق والشياكة يعني الحقيقة. هنا جوه جانب يمين وجانب شمال، هناخدهم واحدة واحدة. ده كده السنتر، اللي هنوزع بقى الجمال من حواليه يمين وشمال. حد هيسألني يقول لي طيب سعر اكيد دي هتبقى غالية قوي، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده الاسعار غالية، وبنسمع ارقام غريبة في الدوبلكسات. بنسمع 7 مليون و8 مليون و9 مليون و10 مليون، ساعات في بعض الدوبلكس بيوصل الكلام ده، خاصة ان دي في موقع مميز وفي مكان راقي وبالتشطيب الحلو ده. البيع من غير الفرش بالمناسبة. فدي يا ترى عاملة كام؟ وسعرها كتير ولا مظبوط ولا قليل؟ هقول لك عزيزي المشاهد ان سعرها اقل بكتير جدا من سعر السوق. يعني من الاخر دي بسعر شقة عادية في المكان ده، شقة 200 متر. يعني انت بتاخد 600 متر بجنينة بمدخل خاص، بتاخده بسعر شقة عادية جدا جدا جدا. واحنا عندنا فعلا عارضين على القناة شقة في المكان ده 200 متر وعاملة 6 مليون. الشقة دي يا جماعة عاملة 6 مليون جنيه. 600 متر دول بالمدخل الخاص بالجنينة بالتشطيب بالجمال ده كله ب 6 مليون جنيه. يعني انت كسبان كسبان. طيب وكمان المكسب ده هيتضاعف امتى؟ لو حصل التعويم اللي الناس كلها منتظراه او متوقعاه. يعني احنا مش منتظرين تعويم ولا حاجه، ربنا يبعد عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، الشقه راقيه،
الشقة فيها ذوق، فيها مصاريف، جميلة. على فكرة يا جماعة، والله العظيم والله العظيم، والناس اللي بتشتري دلوقتي عارفين الكلام اللي انا بقوله. احنا النهارده كنا في مقابلة لشراء شقة في كومباوند لعميل. الشقة نص تشطيب ومساحتها 100 159 متر نص تشطيب، وب 6 مليون ونص. هي بالتقسيط على على 6 7 سنين، لكن غالية غالية. يعني تخيل شقة ربع دي وب 6 مليون ونص، اغلى من دي ومتشطبة. وطبعا مش مستحيل تبقى في مكان جميل زي ده. فالشقة دي يا جماعة فرصة، واللي مش هيشتريها فاتوا كتير. هتفوتوا الفرصة دي فعلا، ودي فرص ما بتتعوضش وما بتجيش كتير. فأنصح مشاهدينا الكرام ومتابعينا والعملاء بتوعنا اللي هم غاليين على قلبنا، اللي بيدوروا على الحاجات اللي هي لقط وفرص، الشقة دي ما تفوتوهاش. الشقة دي رخيصة بالسعر ده، 600 متر بالنظافة دي بالتشطيب ده في الموقع ده ب 6 مليون جنيه. ده سعر قليل جدا جدا جدا. فربنا يبارك للي هيشتري. اعتبروا دي هديتنا يا جماعة ليكم في الوقت اللي فيه غلا ده. دي أوضة بحمام. طبعا عزيزي المشاهد، يعني نعتذر من حضرتك لأن الصوت احنا مسجلينه في المكتب. يعني ما رحناش، يعني الصوت ملوش علاقة بزمن التصوير، ده حاجة وده حاجة. فإذا كان في دوشة أو في أصوات مختلطة فاعذرونا. احنا بنحاول على قدر الإمكان نساعدكم عشان تاخدوا قرار شراء. عندك المطبخ. بص ما شاء الله، لو عندك حفلة أو عندك مناسبة، المطبخ ده ومساحته دي واستيعابه للشغل والعمل اللي هيحصل جميل الحقيقة، يسيبني معاك. طبعا انا بخاطب كل العملاء بتوعنا الغاليين على قلبنا، انك انت تدعم القناه بلايك وبشير ومتابعه للقناه طبعا. لو عايز حاجه اكتب لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله نرد عليك. دي الجنينه، والجنينه طبعا ليها استخدامات كتيره. ممكن تحط هنا نجيل صناعي، ممكن تعمل قعده جميله وتعمل برجوله وتعمل حمام سباحه. في افكار كتيره جدا جدا والمكان يقبل. عايز اقول لكم كمان احنا عندنا طلب كتير قوي يا جماعه في التجمع. فلو عندك عقار في التجمع، سواء فيلا او شقه او اي حاجه او محل، ابعت لنا واحنا ان شاء الله عندنا زباين وعندنا طلب كتير. وفي مدينه نصر وفي مصر الجديده وفي اكتوبر وفي زايد، ابعتوا لنا يا جماعه واحنا نساعدكم في تسريع البيع ان شاء الله. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.